السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلام الزملكاوي بعد فوز الأهلي بالثلاثة على الزمالك. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة ليبتعد بصدارة الدوري عن الزمالك بفارق 8 نقاط، فقد تفاعل الإعلام الزملكاوي مع فوز النادي الأهلي. وهنبدأ بالإعلام الزملكاوي المثير للجدل عمرو الدرديري الذي قال في مؤامرة على لاعبي الزمالك وعلى المستشار مرتضى منصور قبل مباراة القمة مع الأهلي، وده اللي حصل في ماتش الأهلي بالرغم ان نص لاعبة الأهلي غايبة، ولكن في حاجة غلط، في سحر في الملعب. لاعبة الزمالك مش قادرة تجري، وشفنا امام عاشور مش قادر يعمل اي حاجة، والمدرب فريرا كان تايه اكنه شارب حاجة. بس لازم إدارة الزمالك تعمل احتجاج للفيفا وبسرعة بسبب مشاركة كهربا، واللي أحرز الهدف الأول واللي قلب المباراة. مشاركة كهربا غير قانونية ولازم المباراة تتعاد أو تتحسب للزمالك. بينما صرح رضا عبد العال وقال الزمالك ما جاش المباراة أصلا، وكهربا كهرب كل اللي في الملعب، والكل كان مركز على كهربا النهاردة، وقدر هو اللي يخطف الجول الأول للنادي الأهلي. بس أنا هحمل نتيجة الفشل ده كله لأمير مرتضى منصور، هو اللي جاب اللاعيبة المكسحة دي لنادي الزمالك، هو اللي جاب دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي وسامسون. اللاعيبه دي كلها كسر وما تنفعش تلعب في نادي الزمالك وجايه بملايين. المفروض امير ياخد شنطته ويروح، وياخد معاه كمان شيكابالا وعمر جابر، والكبير بتاعهم فريرا اللي بيخرف من اول الدوري. بس بصراحه الاهلي عمل ماتش كبير، وده يرجع لشخصيه لاعب النادي الاهلي اللي غايب عنهم نص الفرقه بالظبط، دفاع كله غايب، وبرغم كل ده قدروا يفوزوا على الزمالك بالثلاثة. وبقول للأهلوية مبروك عليكم الدوري. بينما صرح أحمد حسام ميدو وقال الزمالك في حاجة غلط، وإدارة الزمالك لازم تعترف بكده. الزمالك دخل نفسه في أزمات في الفترة اللي فاتت كتير، منها المنشطات، والملف ده لازم يتفتح. لعيبة الزمالك امبارح تحس انه كان ناقصهم حاجة، اللعيبة مش قادرة تجري، وفريرا تايه بدليل التغييرات اللي عملها اللي قلبت الماتش على النادي الزمالك وخلى الأهلي يرجع للمباراة ويكسب. يا جماعة في فرق كبير بين الأهلي وبين الزمالك، وشخصية اللعيبة بتبان في الأوقات الصعبة. الكل كان بيعتقد إن الزمالك هيفوز عشان لعيبة الأهلي كلها مصابين، وبرغم كده الأهلي هو اللي فاز بالنهاية وبالتلاتة. مهما نقول ونعيد في فرق كبير قوي بين فكر لاعبي الزمالك ولاعيبة الأهلي. بينما صرح خالد الغندور وقال في مؤامرة على لاعبي الزمالك من الإعلام الأهلاوي اللي أشعر لاعيبة الزمالك ان هم بياخدوا منشطات، عشان كده اللعيبه كانت خايفه تجري لا يقولوا عليهم واخدين منشطات. انا بطالب اتحاد الكوره ان يعمل كشف منشطات على لاعبي النادي الاهلي، عشان لعيبه الاهلي في الشوط الثاني تحس ان هم كانوا واخدين حاجه بين الشوطين. اللعيبه نزلت زي الحصان، كانوا بيجروا وبيعملوا كل حاجه في الكوره. وانا سمعت ان سيد عبد الحفيظ وكهربا كانوا جايبين شيخ ومقعدينه بين جماهير النادي الاهلي عشان يعمل سحر للاعبة الزمالك. اللعيبة ما كانتش شايفة خالص، مشوفنا زيزو ولا امام عاشور، ولا ده مستوى محمد عواد. انا بطالب باعادة المباراة، ولازم المستشار مرتضى منصور يذهب للمحكمة الرياضية بسبب مشاركة كهربا اللي لسه ما دفعش ولا مليم من الغرامة. وفي النهاية لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.